السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في حلقة جديدة مع سبسيرفس تي في هنتعلم ازاي نعمل كاستم سم. تمام. أول حاجة هتفتح الشانل، هتفتح الكريتور ستوديو، وبعدها تروح على الشانل. تمام. وبعدها هتروح على كاستم سامنيل وتعملها ايه. طبعا أنا عارف سؤالك، هو ايه الكاستم سامنيل ده أساسا؟ أقولك، هنشوف الداشبورد عندنا. شايف ده؟ الصورة دي اسمها سامنيل، الصورة دي اسمها سامنيل. الصورة دي بتجذب الفيور أو بتجذب اللي جاي يشوفها، يعني تبقى شكلها حلو. تمام. اولا كده انا اخترت الصوره دي لتكون الثامنيل بتاعت الفيديو ده. طب هتجيب منين صور للثامنيلز؟ هتجيبها من بيكسلز، موقع اسمه بيكسلز. صراحه جميل جدا، في كل حاجه انت عايزها. وليكن مثلا عايز تكتب عن مثلا قرآن مثلا، عمل لك صور دي. تمام. وفي بقى حاجات بتبقى بفلوس، فانت خليك في مثلا سفر، عمل لك حاجات عن الكورة وكده. تمام. هو حلو جدا الصراحة، أنا حبيته. تمام. أنا اخترت الصورة وليكن الصورة دي، عملت لها فري داونلود، طلعت لي دي. هتعملها كليك يمين وهتدوس على سيف ايمج. تمام. آه ده الفوتوشوب. هننزل بقى للويندوز، للديسكتوب بتاعنا قصدي. الصورة اللي أنا نزلتها هنروح ونشوف البروبرتيز بتاعتها، هنلاقي إن هي 5 ميجا بايت، تقريبا 5 ميجا بايت. تمام. واليوتيوب آخره 2، فهنعمل اوبن وهنختار الصورة. تمام. وعايزين نكتب، ونختار هنا الفونت بتاعتنا ونحوله عربي. وازاي تعمل صورة مصغرة للفيديو. تمام. كتبتها كده. وبعدين ناخدها كده كلها، او مثلا ممكن ندوس على كنترول اي ونكبرها ونخليها 72. ممكن نخليها فوق 72، ممكن ناخدها مثلا 100. هتقولوا لي ليه 100؟ 100 كتير جدا، هظبطها لكم. 100 مش نافعة، 150. تمام. وناخد بقى ده وناخد، ماشي، ممكن متكونش مكفية أوي، وهناخد تاني ونشغل. بس على كنترول ايه عشان نختارها كلها، ونخليها مثلا 130. تمام. وناخد الصورة كده نعملها ازاي تعمل صورة مصغرة للفيديو. تمام. ايش كده شكلها حلو، حطها هنا. والنهاردة كان درس النهاردة ازاي تعمل كده. المهم كده انا خلصت الدرس؟ لا مخلصتش. حاجة الناس تنسى تقولها لما تعمل سامنيل، هتدوس على ايمج، تروح لايمج سايز هنا، وفي الايمج سايز شايف قد ايه بيكسلز في قد ايه. لا، انت يهمك يعني تكون صغيرة، اصغر من 2 ميجا بايت. فانا مثلا هجرب 1280 في 720، يعني فوق 2 ميجا بايت بشوية. 1100. تمام. يبقى هنجيبها مثلا 900 في 450 مثلا، حلوة كده. تمام. وادوس على اوكي، وبعدها ادوس على كنترول اس وهيسيفها. مثلا انا عايزها طبعا جي بي جي او بي ان جي يعني، بس انا بفضل البي ان جي عموما، فنسيفها بي ان جي. تمام. وندوس على سيف وندوس على اوكي. كده انت طبعا انت شايف ان هي صغيرة جدا. انت لو عملت زوم كده وعملت فيت اون سكرين هتلاقي ان هي شكلها حلو جدا صراحة يعني.
تمام، ونلاقي بيكسلز فوتو اهو، ونفتحها PNG بتاعها ونشوفها اهي، شكلها جميل جدا، وهتعمل لها ابلود هيبقى شكلها حلو. ده درس النهارده عن ازاي تعمل thumbnail بطريقة ناس محترفين. يا رب اكون افدتكم. النهارده انا كنت معاكم مدهم خالد من سبسيرفيس TV. مع السلامة.